عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هحط الاكل الارانب وهنضف لهم، هكنس لهم كده وهوريكم الارانب اللي هي اللي مولوده ديت وهجاوبكم كده على شويه اسئله يعني. انا مش اتسالتها في التعليقات، انا بتسالها عامه لما يعني اي حد بيقابلني هنا بيقول لي كذا كذا. ما بي يعني في ناس ما بتعرفش تبعت تعليقات، وفي ناس مثلا النت فصل. انا هجاوبهم على كل دوت وهقول له. هنضف بس كده الاول عشان انا اللي ماسكه التليفون. وما صبروش اصلا قبل ما احط قبل ما اكنس، بس أنا عشان لسه كنت منضفه لهم بالليل قبل ما انام، فهكنس لهم بس كده قبل ما اخش من المحل وهلم كل ده. انا معلقه لهم والله وقعوه، والله كنت معلقاه، والله العظيم كنت معلقاه اهو، بس هما عشان خلصوه اصلا. الله اكبر. انا هغير بس العلف، هجيب لهم مكانه. هجيب اليومين دولت ذرة صيفي اللي هي بتاعت الحمام ديت، هجيبها لهم عشان الارانب لما انا جبتهم من هناك خسوا جامد. ومن يعني من ان احنا كل يوم كنا بنروح لهم هو مرة واحدة، وكنا بنرمي الاكل كله مع بعضه، كانوا يفضلوا ياكلوا 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 كله، وبعد كده ممكن يقعدوا طول اليوم من غير اكل. فانا بصراحة، وبعدين قلت ال10 جنيه اللي انا بوديهم يعني، بروح احط لهم الاكل بيها ديت، حرام انا اجيب لهم بيها اكل واحطه لهم هنا. وفي نفس الوقت يا ريتهم كبروا، لو هم يعني كانوا بيكبروا حلوين كده قدامي انا ما كانش هيهمني يعني الفلوس. بس كل المشكلة ان انا الوقت بصرف اكتر من هنا، وفي نفس الوقت الحاجة خست جامد. معرفش هو ايه اللي عملهم كده بصراحة. بصوا الارنب عامل ازاي، يعني بصراحة يعني انا مش عارفة هو دي الارانب اللي انتوا كنتوا بتشوفوها هنا يعني. بصوا الارنب عضم ازاي. فانا لا انا ده اللي هو كان هناك. اما بصوا اللي كان هنا، بصوا من النوع اللي كان هنا، دي الارانب اللي كانت هنا. بص حجمها حلو ازاي. ده عنده بتاع 3 شهور. فلا انا كده انا جبتهم برضه اهوت قدامكم. هجيب لهم بقى ذرة صيفي اللي هي بتاعت الحمام ديت، او دشيشة اللي هي فول مدشوش على ذرة مدشوشة على حاجات من دي، احنا بنسميها هنا تشيشة. هجيبها واحطها لهم عشان اعوضهم يعني الكام يوم اللي هم خسوا فيهم دولت، عشان انا عايزة اصلا اطلعهم، عايزة ابيع منهم واخفهم شوية، عشان انا بقوا حملة عليا بصراحة. كل ما بيكبروا يكتروا يعني الحمل بيكتر عليا في مصاريف، وفي مجهود برضو وتنظيف وكده، بيوسخوا الدنيا بسرعة. فهخف منهم، هطلع بقى اللي هم اتسمنوا وبقوا حلوين، هطلع يعني 10 ولا حاجة، وهخلي الباقي. الحاجة اللي تكبر هطلعها زي ما كنت بعمل الأول كده بالظبط. أنا سبتهم بس كده عشان كنت بصور، أما بعد كده بقى خلاص أنا هدي فرصة للي هم طالعين عشان أعرف أوكلهم برضو وكده وأراعيهم، عشان الأكل غالي زي ما انتوا فاهمين، حتى النشارة غالية، حتى العيش أنا مش بقدر أوفره لهم كتير. بقعد اكلم ده واكلم دوت على عيش ناشف وكده. فانا بصراحة الحاجة دي كل ما بتكتر كل المسؤولية بتاعتها ما بتزيد. فانا قلت لا، انا هخف منهم بقى، هطلع منهم اللي هم الكبار، حتى اللي هم شغالين هطلعهم. ليه بقى؟ في ناس يعني جولي لحد البيت وقالوا لي يا ام حمزة احنا عايزين حاجات للتربية. فانا اتفقت معاهم، وفي نفس الوقت قلت ايه، طب انا هطلع اللي هم بيولدوا عندي، طب انا يعني هخلي ايه؟
هخلي الصغيرين دول انا مش هستفاد منهم لسه بحاجة. ورجعت قلت لا، المواليد اللي هي اللي طالعة ديت على اللي هم هيولدوا، يعني انا يعتبر كلهم كل اللي ولدوا بقوا حوامل الوقت، فهخليهم دولت اللي هيولدوا، ومع اللي هيطلعوا بقى اللي هم اللي انا برضعهم دولت، دول مع دولت ان شاء الله يعني كده ايه هيعملوا برضو سلسال تاني. هخلي منهم ذكر واحد لان الذكورة مع بعضيها اكبر غلط. فانا برضو بكلمكم في موضوع الذرة الصيفي ديت، انا عرفت ان هي مفيدة جدا. هي مش زي العلف، بس هي ارخص من العلف، بس في نفس الوقت يعني ايه بتكبر، بس بتكبر ايه اضرارها. الاضرار بتاعت الذرة او الدشيشة ان يعني لو اديتوها زيادة عن اللزوم بتخلي الحاجة كلها سمينة، كلها سمنية من جوه، دهن، مش هتلاقيها لحم. هتلاقي اللحم اللي هو العادي للأرنب البلدي، وبعد كده بقى هتلاقي التقل ده كله او التخن ده كله كل ده مش لحم، لا ده هتلاقيه رق دهن من جوه، رق تخين كده دهن. هي في ناس بتحب الارانب المبطرخه دي، احنا بنسميها هنا برضو ارانب مبطرخه، اللي هي كلها سمينه من جوه. انا عن نفسي بحبها، بس مش بكتره بقى، يعني مش كل اللي عندي هيبقى كده. فانا الارنب من ساعه ما يتولد لحد شهرين ونص اديله ذره، اديله علف، اديله ذره صيف، اديله تشيشه عادي. بعد كده بقى هتلاقيه كبر وتقل زيادة عن اللزوم، خلاص وقف الذرة الصيفي، اديله بقى حاجات ناشفة اللي هي العيش، خيار، جزر، اي قشور بقى طالعة من بيتك اديها له. دوت يعني بالنسبة لتسمين الارانب، ان احنا عايزينها تكبر وتتقل بسرعة، دي اكبر نصيحة انا عرفتها. فانا هوقف اليومين دولت العلف، وهجيب لهم اللي هي الذره الصيفي ومع الدشيشه، عشان اعوض اللي هم الصغيرين دول عشان اخرجهم. لكن غير كده لا، انا مش همنع العلف، لان العلف ده اللي انا ماشيه عليه على طول، ومش بكتره برضو، لا انا ماشيه عليه يعني يوم في يوم ما فيش، كل يومين ثلاثه، مش على طول يعني. فالحبايب اللي بيسألوني انا اسمن الارانب ازاي او اكبرها ازاي، انا عندي الارانب ضعيفة جدا طب الارانب اللي هي اتولدت انا اوكلها ايه؟ فانا جاوبت عليكم هم يا حبايبي، وبرضو اي اسئلة بعتوا قولوها لي. فانا هعيد تاني عشان اللي لسه داخل معايا على الفيديو، ان احنا الارنب اول ما يتولد، اول ما يتفطم، هنجيب ذرة صيفي مع علف مع دشيشة، اللي تقدري عليه من الحاجة التلاتة دول هاتيها. عايزة تجيبي التلاتة عشان يكبر بسرعة هاتيها. في شهرين ونص هتلاقي الأرنب الله أكبر على الذبيح، هيديك 2 كيلو و2 كيلو ونص، ده الأرنب البلدي. أما في ناس بتبعت تقول لي احنا عندنا الأرانب كبيرة قوي وبتاع، لا دي الأرانب دي مش بلدي. الأرنب البلدي عند 2 كيلو ونص، زيادة عن كده لا، ده ما يبقاش بلدي خالص، او ان انت بتديله حاجة غلط. كل ده هتلاقيه دهن من جوه، مش هتلاقيه لحمة. فانا الفيديو الجاي ان شاء الله انا كنت هسجل لكم اوزان الارانب اللي هي اللي المفروض هطلعها، بس بصراحة انا جيت اشغل ميزان لقيته باظ، مش عارفة عايز بطارية ولا هو فاضي خالص شحن، مش عارفة. هشوفه وهسجل لكم فيديو مخصوص لاوزان الارانب اللي هي البلدي. اما الارانب الفرنساوي والارانب السوداني، الارانب في انواع كتير قوي من الارانب دي انا ما جبتهاش وما اعرفهاش. انا جبتها مره واحده الارانب اللي هي السوداني ديت، الارنب لما بيتولد بيبقى فيه بتاع نص كيلو، يعني بعد يومين اتنين تلاقيه نص كيلو كده، والارانب بتكبر بسرعه ويعني حاجه رهيبه. بس كطعم لا، الارانب البلدي طبعا اصح جامد وفايده جامد و... وحاجة حلوة، يعني حاجة نظيفة. فيا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم. فانا برضو نصيحة مني، البرسيم يتعلق انا جبت البرسيم بتاع النهاردة اوكله لهم بكرة، البرسيم بتاع امبارح اللي ياكلوه النهاردة. فانا برضو عرفت ان البرسيم لما بيبات بيبقى فايدة عن ما هو بالندى بتاعه دوت.
فلا علقيه ان هو حتى الندى بتاعه دوت يروح، وتاني يوم اديهوله. مش بقولك ان هو يبقى ناشف ناشف يعني، لا خليه يعني في اللي هو المعقول يعني، ولا ناشف ولا ناشف ولا طارب ميته. ماشي. العيش هنكسره وهنحطه في طبق قدامهم. طبعا انا كل ما بكسر، لو هكسر 30 40 رغيف والله العظيم في نص ساعة مش بلاقيهم. فالله اكبر يعني، هم بياكلوا مع كترهم بياكلوا، لان هم بياكلوا ببعض اساسا. اشقية جدا الارانب، اشقية جدا، فمن كتر شقوتهم بيجوعوا بسرعة. فانا بقول لكم يعني على البرسيم يتعلق، يتاكل ناشف. العلف يوم في يوم ما فيش، او كل يومين. انا عماله اعيد وازيد في الكلام دوت، وبرضه بتسال فيه. تمام. انا هبدا معاهم من بكره ان شاء الله في الذره الصيفي وفي الدشيشه، وهنشوف الدنيا هتبقى ايه، وهقول لكم رايي برضه فيها ايه، لان انا ما جربتهاش اساسا. هجربها وهشوف، لان انا سألت قالوا لي في الارانب اللي هي خست دي، يا اما تعزليهم لوحديهم وتديهم علف، يا اما تديهم ذره صيفي وذره شيشه ديت. خلاص يا حبايبي، اللي عايز يسأل على حاجة برضو يسألني، وانا هوريكم برضو الوقت الارانب اللي هي اللي اتولدت عندي، عشان لازم في كل فيديو هقول لكم عليها. وانتظروني برضو يا حبايبي في بث مباشر هعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا ريت كل اللي بيحبني يخش معايا على البث، وكل اللي عايز يسأل على حاجة يسألني عليها. وانا معاكم على البث يعني مباشرة كده. هجاوبكم على كل حاجة. هوريكم دلوقتي الأرانب. بصوا يا حبايبي اهي الأرانب اللي عندي. بصوا دول الأربعة اللي قلت لكم فاضوا ساعتها. تمام. بصوا الله أكبر، بقوا جمال وأشقية جدا. دولت اهم الأرانب اللي هي اللي اتولدت، دولت 3 والدات زي ما أنا قلت لكم اهم. دول يعتبر أول والدة هم. بصوا الله أكبر، بصوا والله جمال جدا. بصوا اهي، دول الأول والدة دول. ماشي. انتوا عارفين اصلا الارانب شقاي. فانا بصوا اهي انا بقربها لكم برضو اهم. بصوا الله اكبر، انا لسه ما رضعتهمش. بصوا يعني جعانين اهمت. وبصوا دولت بقى القرود، دول ما بيقعدوش في الكرتونة نهائي، كل شوية الاقيهم تحت في الارض. بصوا عايزين يخرجوا حتى من الكرتونة اهو. دولت كمان اسبوع وهسيبهم. بصوا هم على كده بقى طول اليوم. احنا قاعدين في جنينة حيوانات اصلا هنا، يعني عبير بتقول لي افتحها جنينة حيوانات اساسا. اهم. اهم برضو. عايزه اوريكم الوالده الاولانيه مخصوص. بصوا اهي اهم. دول التلاتة اللي اتولدوا اول حاجه اهم. بصوا حبايبي جمال، الله اكبر عليهم، جمال جدا اهم. ودولت بقى اللي هم بعديهم، يعني انتوا عارفين انا وريتهم لكم كذا مره اهو. معلش الكاميرا بس كانت واقفه اهم. اهم القرود دولت. بنفضل كل شويه نقول نخش الحمام ولا حاجه نلاقيهم في الصاله قدامنا. بصوا بصوا عشان تعرفوا. بصوا اللي على الكنبه واللي على الارض بصوا بصوا بياكلوا في بعض، شايفين اهو. بصوا والله العظيم بيفكروني بمصاصين الدماء. بصوا واقفين على الباب ازاي، عاملين لي ازاي. يلا حبايبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي ما اشتركش اشترك معايا وساعدوني ان انا اعمل البث دوت، وخشوا معايا وهجاوبكم على كل اسئلتكم مباشرة كده. كل اللي عايز حاجة يسألني عليها.
هحدد ميعاد البث قبلها واقول لكم. سلام عليكم.